ان شاء الله. لو اول مره تشوف القناه، انا اسمي سنة، لايك وشير وسبسكرايب. النهارده هعمل فيديو عن وينزداي كريسب وايس كريم برضو مع بعض، وان شاء الله يكون عجبكم الديكور اللي انا عاملاه من ورا. فادي كده هنجرب معانا. انا ما بحتفلش بهالوين، يعني الناس اللي ممكن تخش تقول لي انا بحتفل بهالوين، لا، بس انا حبيت كريسبي بيجيبوه مره في السنه، وانا بحب الفليفرز بتاعته حلوه. انا طبعا دقتهم كلهم، فانا بس حبيت ان انا اشارككم الاكسبيرينس دي. جبته من تركيا لما كنت في تركيا، اوكي، وده برضو من تركيا، ولسه عندي حاجات تانية ما فتحتهاش لاني مش عايزه ابقى يعني مليان. اجيب الكاميرا هنا الصغيره ونشوف مع بعض الحاجات الحلوه دي. اول واحد هبتدي بدايه، ده هي شيتو، يعني شيتو شورت، وبيجي كده عامل زي الرايس، عارفين الكورن فليكس بتاع الرز؟ زيه بالظبط، بوبس كده، حلو بس صغير يعني زياده عن اللزوم. دي مره واحده كده في بوقتك وخلاص تكوني خلصتي الشيبس. بعد كده هبتدي ده من تركيا جبته، ده بالبابريكا طعمه حلو، يعني حجم كبير، يعني يكون كده مذكرين الكراتيل اللي كنا بناكله بيجيبوه لنا من مصر. فظيع. كنت منه 2، اكلت واحد خلصته، ودي سبته عشان اعمل الفيديو. ودي وينزداي سناك كريسب، هو سولتد بس فيه ملح بس يعني، والشكل بتاعه زي فيه بات. اللي حضر المسلسل بتاعت وينزداي يقول لي في كومنت. انا حضرتها وعجبتني كل السيزون بتاعتها، خلصتها كده. بات هي شكله كده، عارفه هو حلو يعني، كريسب عادي جدا، ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش طعم وكده يعني. انا بالنسبه لي مش هجيبه تاني يعني. نشوف دي ايضا، ده حلو، دي بالبابريكا، ده بصراحه خطير. كده برضو باتس، بس شايفين يعني حسه متحبش اكتر يعني، بس ده كسولت ساكت، وده بالبابريكا برضو على شكل باتس. ده حلو، نايس وان. ودي السينك الايد بتاعت المسلسل، لو حضرتوا المسلسل، ده بالكاتشب، كاتشب فليفر برضو، ما نفس الاشكال كلها باتس، برضو ده طعمه حلو. بس احلى واحد يعني بتاع ايدن اللي هو بالبابريكا، احلى واحد. وجابوا نوعين بتاع وينزداي ايس كريم، دي ايدن، دي بالرازبري اند جرين فانيلا فليفر. هو كون كده، بلاك كون زي ما شايفينه. انا ده ما دقتهوش بصراحه، دي ندوقه مع بعض، شايفين كده يعني ان شاء الله يطلع حلو. انا عجبني الاسود بتاع وينزداي، ناكل كده، شايفين طعمه حلو مختلف. اسمه ايه هو؟ الرازبري والجرين فانيلا دي حلوه، اول مره ادوق جرين فانيلا بصراحه يعني، بس طعمه حلو. نشوف هو شويه بس طعمه حلو. نشوف اللي بعدين، وده بتاع وينزداي دارك شوكولات اند كوكو فليفر، برضو كون كده، برضو بلاك. بصراحه ده حلو. هو في العلبه فيها 4 بس يعني، فبتيجي كده اهو زي ما شايفين كده. This is my favorite. حلو، ده خطير. واخر حاجه معانا الماشا، صح كده بتنطق؟ ده الجابانيز اللي طلعت فده اللي طلع كان ترند، اللي الدنيا كلها اتكلمت عليه. انا جبته من بدري، من قبل ما اسافر تركيا، بس بصراحه يعني جربته. ولما عملت الفيديو بتاع الحلويات وكده، اللي نصه ما طلعش، مش عارفه ليه. المهم دي ماشا بالرازبري لايجي ايس كريم filled into rice dough. هي بتيجي 6 وحدات كده، وده بيكون شكله. انا هقطعه، وبصراحة مش حلو يعني، انا ما عجبنيش، فمش عارفة الناس كانت عاملة له شنة ورنة ليه. هو كده
شايفه. وده الفيلينج ده الرز. انا ما عجبنيش طعمه to be honest يعني ياكل، بس هدوقه معاكم. هو ياكل، عارفه مش عارفه بتاكلي حاجه كده ملزجه كده ومعفنه. يعني الايس كريم اللي جوه حلو، بس اللي حوالينه ده الرز ده لا مش حلو. يعني السوشي much better than this. اوعكم تجيبوه بصراحه. والناس اللي طلعت والموضوع ده طول يعني، بس انا دايما اخر واحده بعمل الترندات. فانا حبيت ان انا اقول حاجه قبل ما اختم معكم الفيديو. مش اي حاجه بنشوف في الانترنت ان معناه ان هي حلوه ولازم نجربها ونشتري وبتاع. في حاجات كثيره بصراحه فاكسه مش حلوه خالص. يعني على رأي نرمين ورجلها عماد عاملين قناه اسمها فاكس يا مش عارفه ايه ناجح. ففي حاجات فاكسه بصراحه والناس بس يعني بتعملها، وفي الاخر بصراحه انتي فلوس وبتحطيها في الارض، فهمتي؟ فمش يعني ده الماشي اللي انا جبته لكم ده مش حلو بصراحه يعني، ومش رخيص. مش رخيص يعني، احنا الحاجات دي مش رخيصه عندنا في بلدنا. فبس ده كنت زي شوكولاتة دبي اللي انا الفيديو بصراحه بعد ما نزلته مش عارفه اتلغى من التليفون بتاعي، فتشت عليه ما لقيتهوش. المهم شوكولاتة دبي مش حاجة برضو واو يعني. أنا كنت مستنية أول ما طلعت وأنا عايزة أشتريها ولقيتها هنا غالية، ما كانش عندنا أصلا. لما جات رحت مشيت عشان أجيبها لقيتها ما بتستاهلش المبلغ دي، فأنا جبتها من تركيا رخيصة. أوكي، فعشان كده قلت أجربها معكم. شوكولاتة عادية يعني، إحنا عندنا أحلى بكتير يعني، فريرو روشيل وكواليتي ستريت وماكنتوش جالاكسي وحاجات كتير M&M. في حاجات كتير احلى من شوكولاتة دبي دي. ما عجبتنيش يعني، بس كانت تجربة حلوة يعني. انا جربتها وكنت نفسي اجربها. ايه رايكم في الشبح اللي طالع من من الشباك ده؟ فادي ده كان يا ست الكل الفيديو بتاعنا. اتمنى لو عجبك الفيديو تقولي لي في كومنت حلو هل انتي بتتفرجي عليا ولا لا. ولو تحبي اعمل لك اي حاجه في ريفيوهات عن اكل او حاجات عن شين. انا مش عارفه الفيديو عجبكم على شين، في لسه الجزء الثاني بتاع شين، فانتظروني قريب هنزله لكم ان شاء الله. وانتظروني في وصفات جديده ومتنوعه، وان شاء الله دايما ان انا اكون على حسن ظنكم. لو عجبك الفيديو تحطي لي لايك وكمان حلو، ولغايه لما تيجي في فيديو جديد ان شاء الله. باي.